السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم نعيمة أشري. كنتمنى وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا رب، واللي مريض ربي يشافيه ويعافيه. على بركة الله نبداو هذه الوصفة هذه بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوش تصليوا على الرسول. غنقسم معكم الصبغه كتقضي على الشيب من الاستعمال الاول. غنوريكم الشعر كيفاش كان وكيفاش غادي يولي. فقط تبعوا معايا الخطوات والنصائح اللي غادي نقسم معكم في هذه الصباغه هذه، والحنه اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه هذه. فقط تبعوا معايا النصائح لان كاينين بزاف ديال الاخوات كيستعملوا هذه الحنه هذه كيستعملوها بطريقه غلط، كتأذي لهم الشعر ديالهم. انا هنا غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الحنه هذه اللي قسمت معكم اولا اللي وريتكم. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش كنستعملوها باش ما تأذيش لينا الشعر ديالنا، بالعكس نحصلوا على واحد النتيجه زوينه بزاف وتعطينا نتيجه رائعه وما تأذيش لينا الشعر ديالنا نهائيا. ماشي اول مره غادي نستعمل هذه الوصفه هذه، وماشي اول مره غادي نستعمل هذه الحنه. فقط تبعوا معايا الخطوات. انا غادي نوريكم الشعر كيفاش كان وكيفاش غادي يولي. نتوما غادي تشوفوا بعينكم الشعر فيه عده الوان مشوك، وغادي يرجع الشعر رطيطب في الملمس ناعم، واهم شيء ان اللون ولا رائع، تحيت منه داك الشيب وداك الالوان اللي كانت فيه ورجع اللون ديالو غزال بزاف ورطيطب في الملمس. فقط تبعوا معايا النصائح اللي غادي نقسمها معكم هنا في هذه الخلطه هذه. كما وريتكم هذه الحنه هذه فيها جوج ديال الالوان، الاختيار او اللون نتوما اللي كتختاروه. هنا فقط انا كنعطيكم الطريقه الصحيحه ديالاش كيفاش نستعملوها. الطريقه الصحيحه باش ما تأذيش لينا الشعر ديالنا. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال 3 المعالق ديال الزيت، اي نوع ديال الزيت، اهم شيء ما تكونش فيه الملحه، ان الملحه هي اللي كتنشف لنا الشعر ديالنا. يكون زيت خاص للشعر، اي زيت، ما غاديش نقول لكم انا زيت معين، اي زيت يكون عندكم زيت الزيتون، غير المهم ما تكونش فيه الملحه. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال 3 المعالق، وغادي ناخذوا الحنه اللون اللي حنا بغينا. ما غاديش نقول لكم غاديش نقول لكم جوج ولا ثلاثه، على حسب الطول والكثافه ديال الشعر، لان كل اخت الشعر ديالها. انا استعملت 4 ديال هذا النوع ديال هذه الحنه. قلت لكم انا هنا كتبقى الطريقه كتبقى هي فقط ان الكميه كتضاعف او لا على حسب الشعر ديالكم. مع الشعر قصير اللي شعره طويل اللي شعره كثيف، فانتم هنا كتحكموا في الكميه، ما تتبعوش على هذا القياس اللي كنعطيكم، تبعوا على حسب الشعر ديالكم. فهنا انا قلت لكم ضفت 3 ديال معالق زيت الزيتون، ضفت هذه الخلطه، ضفت ليها الحنه، ضفت ليها القهوه سريعه الذوبان. هنايا درت انايا جوج ديال القهوه ديال سريعه الذوبان كما وريتكم. درت هنايا جوج ديال البيضات كامله. يعني انا بعض المرات في الوصفات ديالي ديال الشعر وخصوصا الشعر كندير فقط الاصفر، لا هنا غنستعملوا البيضه كامله. غادي نحركوا مزيان هاد الخلطه هذه، اهم شيء انها تخلط وتاخذوا الوقت ديالكم في التحرك. غادي نضيفوا شامبوان البنات، اي نوع ديال شامبوان نتوما كتستعملوه، يعني ماشي ماركه معينه ولا اي نوع ديال شامبوان نتوما كتستعملوه. فقط هنا غادي نقول لكم تاني على حسب الكثافه والطول ديال الشعر ديالكم. هنايا على حسب الشعر اللي غادي نستعمل، فجوج ديال الساشيات اللي استعملت، ولكن قلت لكم هي 2 مع الكبر، ولكن قلت لكم على عاوتاني راه كتبقى على حسب الطول والكثافه. يعني ما نقدش نقول لكم اي شحال الكميه او شحال ديال القياس، انا هنا عطيتكم على حسب الشعر اللي غادي نستعملها فيه. فانا القياس ديال 2 معالق، فهي ديك 2 ديال الساشيات. وكما قلت لكم الماركه ما كتهمش الماركه، اهم شيء فقط انكم تضيفوا هادشي اللي قلت لكم انايا هنايا. وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء الدافي. انا كنخلط وكنضيف بشويه بشويه، كما شفتوا تمايا راه ربع كاس ما كاملش، فقط على حسب كما قلت لكم القوام خاصني انا نحصل عليها تكون كريمي، تكون يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، يعني نديرها في الشعر تشد ليا. ولكن هنا راه خاصكم تستعملوا يعني الجهد ديالكم باش تضربوها مزيان، لان ديك الحنه كتاخذ الوقت باش تذوب، كتكون كويره شي شويه، كتكون قاصحه، فخدات لينا الوقت باش نضربوها مزيان. وفي نفس الوقت راه الشعر ديالكم خاصو يكون مسرح ومشوط، ماشي مشكل يكون مغسول ولا ما مغسولش، اهم شيء انه يكون مسرح
وباش ديروها على الشعر ديالكم ما تعذبوش. غادي نقول لكم بان هنايا راه خدات لي على الاقل واحد 5 دقائق وحنا كنضربوها باليدين، يعني انا حبست وبقيت كنضرب ونعاود نضربو حتى دابت هذيك الحنه مزيان. باش نعرفوا ان هاد الحنه هذه ما غاديش دير لنا الحساسيه، فكناخذوا واحد الكميه اللي هي قليله في الصبع ديالنا وكنديروها في واحد الخصله ديال الشعر مورا الاذن ديالنا وكنصبروا واحد الساعه. الا ما درت لينا حتى شي حاجه فانا كنعرفوا ان ما عندناش الحساسيه. الا حسيتي ان درت لك الهيجان ولا الحكه فانا كتحبسي. اما بالنسبه لنا هاد الصبغه هذه ولا هاد الحنه فانا استعملتها عده مرات، الله الحمد لله الحمد لله الحمد، ما عمري شفت شي حاجه ولا حتى شي اذى، بالعكس عجبتني النتيجه وكانت مرضيه. بالنسبه فقط تبعوا معايا الطريقه او النصائح اللي غادي نعطيكم، ان المهمه مهمه مهمه فقط قبل ما نطبقوها نكونوا ماشطين الشعر ديالنا ونديروها خصله بخصله ونتاكدوا ان الشعر ديالنا كله عمر بهذه الخلطه هذه، يعني بهذه الحنه هذه كله اعمر. وملي نطبقوها على الشعر ديالنا ما ننساوش نحسبوا الوقت، يعني الوقت ما نفوتوش فيها ساعه بالكثير، ساعه بالكثير البنات، ساعه ما نفوتوهاش. يعني ملي ديري على الشعر ديالك كل شي شويه طلي في المرايه واش تغطى اللون، واش داك اللون اللي انت باغا مرضيه به. لان انا هنا خلعوني شي بنات، خلعوني ملي قالوا لي تيخليوها النهار كله في الشعر ديالهم وكاين اللي كيباس بها. القلب ديالي كان غادي يسكت ليا ملي قالوا لي، قلت لهم راه ملي كتباتوا بها ولا كتخليوها النهار كله راه تما فين غادي تكرد لكم الشعر، غيتاذى لكم. لان راه اي حاجه بتنا بها او لا خليناها النهار كله فراه غادي تأذي لنا الشعر ديالنا. هاد الصباغه هاد الحنه هادي ساعه وحده فقط لا غير. حتى خليتوها بالكثير ساعه ونص فقط، ومن بعد نغسلوها بالماء العادي، نغسلوها بالماء العادي فقط. يعني لان هاد الخلطه هادي فيها شامبان، فيها كاع المكونات اللي غادي تغطي لنا الشيب وغادي تغطي لنا وغترطب لنا وغتنعم لنا. غادي نغسلوها بالماء فقط ومن بعد غادي نديرو البلسم. هنا البلسم نتوما الاختيار ديالكم. انا هاد البلسم اللي هنايا استعملت كان ديال ويلا طبيعه الحال 2 ديال الساشيات، ولكن نتوما على حسب، عاوتاني نقول لكم على حسب الطول والكثافه ديال كل اخت تستعمل الكميه او لا على حسب الطول ديال الشعر صافي. ومن بعد كتخليه واحد المده 10 دقائق وكتغسليه بالماء عادي. هنا كانت النتيجه امامكم، ها هي البنات، اقسم بالله الا هذه هي النتيجه امامكم. شتيو الشعر كيفاش تبدل، شتيو كيفاش كان وكيفاش ولا. رجعوا للفيديو شوفوا كيفاش كان وكيفاش ولا. راه ولا غزال ولا رطيطه في الملمس ولا ناعم، واهم شيء ان الشيب تحيد نهائيا. عرفتي شنو هي تحيد؟ ما بقاش بحال اللي عمره ما كان. راه اللون ولا غزال ولا طيطف في الملمس، راه تبقى غير تقاسي فيه بحال هكا. اش نقول لكم، راه غزال غزال غزال. فقط تبعوا النصائح اللي عطيتكم راه غادي تحصلوا على نتيجه غزاله بزاف. واهم شيء كنقولها ونعاودها، هي خلطه درتوها بحال هاد الوصفه اللي عطيتكم دابا، ما تطولوش في المده. يعني كل شويه شوفوا الشعر ديالكم واش بغيتوا هذيك النتيجه ولا لا. يعني ماشي نباتوا بها ولا نخليوها النهار كله، ساعه فقط، ساعه ونص بالكثير. يعني ممكن نقولوا كاع ساعه ونص بالكثير، هكا ما غاديش تاذي لكم الشعر ديالكم وغادي تحصلوا على واحد النتيجه مرضيه، والشعر ديالكم ما غاديش يتاذى بالعكس غتحصلي على ملمس ناعم. والنتيجه ها هي قدامكم البنات، ها هي قدامكم. راني كنقيس فيه ونعاود نقيس فيه، غزال تبارك الله وصل عن بي ما شاء الله. كنصحكم انكم تجربوها. كما قلت لكم اللي عنده الحساسيه قبل ما يجرب هذه الوصفه هذه ما ينساش انه يجرب واحد البلاصه صغيره فقط باش يشوف على حسب الحساسيه. والنتيجه قدامكم، يعني من بلا ما نحتاج نقول او نعاودها.